قتل حارق القرآن العراقي سلوان موميكا بالرصاص. هكذا عنون الإعلام السويدي الحادث الذي وقع في منزل الضحية في مدينة هوفسغو جنوب ستوكهولم في وقت متأخر من يوم الأربعاء. فما التفاصيل؟ القصة مشاهدينا بدأت عندما استدعيت الشرطة وسيارة إسعاف إلى منزل سلوان بعد ورود أنباء عن إطلاق نار وقع خلال بث مباشر على موقع تيك توك. ويظهر هذا الفيديو الذي تداوله الإعلام السويدي ما يعتقد أنه شرطي يوقف البث المباشر بعد وقوع الجريمة. وباشرت الشرطة السويدية التحقيق في القضية وأوقفت عدة مشتبهين بحسب التقارير وضربت طوقا أمنيا في مسرح الجريمة، كما شاركت نظيرتها الدنماركية معلومات حول الجريمة. مقتل موميكا وقع طبعا قبل يوم واحد من صدور الحكم بحقه بتهمة التحريض ضد مجموعة عرقية، لكن تأجل النطق بالحكم بسبب وفاة موميكا. وقال دانيال فيغدال المتحدث الصحفي باسم الشرطة في منطقة ستوكهولم ما يلي: وجدت الشرطة رجلا في 38 من عمره مصابا بالرصاص في إحدى الشقق، وتم نقله إلى المستشفى وفتحنا تحقيقا أوليا في الجريمة. من جانبه قال رئيس الوزراء السويدي إن إطلاق النار على ناشط مناهض للإسلام قبل ساعات فقط من صدور حكم في محاكمة يوم الخميس بسبب حرقه للقرآن الكريم قد يكون له صلة بقوة أجنبية. طبعا أفادت صحيفة سويدية إن معلوماتها الخاصة تذهب إلى أنه قتل بالرصاص في أثناء بث مباشر كان يقوم به على مواقع التواصل الاجتماعي. وتحقق الشرطة في أن تكون الجريمة تم تسجيلها من خلال البث المباشر قبل وصول الشرطة لمنزل الضحية، ولم يتأكد بعد إذا كانت هناك أي جهة تقف وراء مقتله وما هي الدوافع الحقيقية وهل لها علاقة بكونه معاديا للإسلام أم لا. موميكا طبعا كان قد تعرض للتهديد عدة مرات وبين أن حياته معرضة للخطر، وقال في وقت سابق إنه لا يريد تعريض السويد للخطر، لكنه يمارس حقه في انتقاد الإسلام بموجب حرية التعبير. ما اضطر الشرطة لمنحه حراسة في مناسبات عدة بعد حرقه للقرآن مثلا، ولا يعرف حتى الآن إن كانت عملية قتله قد جرت خلال حراسته أم كان بمفرده مع من كان يشارك في ذلك البث. يعرف مشاهدينا موميكا أو يعرف عن نفسه بأنه مفكر وناقد ملحد، وتعرض